السلام عليكم طلابي وطالباتي. بحلقتنا لهذا اليوم بالأساسيات نتحدث عن فعلين مهمين جدا، ألا وهما فعل اللازم والفعل المتعدي. أكثر طلاب السادس يعانون من التمييز ما بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. أبسط طريقة ناخذها اليوم هي طريقة التمييز ما بين الفعل اللازم وما بين الفعل المتعدي. محاضرة مهمة جدا، أرجو منكم التركيز عليها فقط. نبدأ بالفعل اللازم. ليش احنا نسميه فعل لازم باللغة العربية؟ لأن هذا الفعل يلتزم فقط بالفاعل في الجملة، يعني بس ياخذ فاعل، أي ما ياخذ مفعول به في الجملة. مثلا عندما نقول ذهب محمد إلى المدرسة، ركزوا وياي، ذهب فعل، محمد فاعل، إلى المدرسة جار ومجرور. إذا ذهب فعل لازم. ليش؟ لأن التزم فقط بالفاعل. طيب يسأل أحد الطلاب، إحنا شلون نقدر نميز الفعل اللازم؟ السؤال المهم هو كيف نميز الفعل اللازم؟ كيف نميز الفعل اللازم؟ شلون أني أقدر أميز الفعل اللازم بالجملة؟ أول ميزة له إنه يكتفي برفع الفاعل فقط، بما معناه أي إنه لا ينصب مفعول به. هاي أول ميزة له، إنه هذا الفعل فقط يرفع فاعل، أي إنه ما ينصب مفعول به. طيب الميزة الثانية له، لا يقبل، ركز وياي، لا يقبل ضمائر النصب اللي هي ها كاف ياء. إذا تتذكرون بحلقة الأساسيات الأولى من تحدثنا عن الضمائر وذكرنا ضمائر النصب الهاء والكاف والياء، قلنا إنه هاي الضمائر دائما تنعرب مفعول به، ولأنه هاي الضمائر دائما تنعرب مفعول به فالفعل اللازم ما يقبلها. ليش؟ لأنه هي تنعرب مفعول به وهو ما ياخذ مفعول به بالجملة. إذا دائما الفعل اللازم ما تشوفوه متصل بالهاء والكاف والياء. النقطة المهمة أيضا، في أغلب الأحيان يأتي معه الجار والمجرور. نلاحظ بجملة الفعل اللازم بأكثر الأحيان أنه يأتي معه الجار والمجرور. إذا نرجع للجملة ذهب محمد إلى المدرسة، نلاحظ بجملته الجار والمجرور. والميزة الأخيرة وأريدك تركز عليها، لأن هذه الميزة هي الطريقة الأهم والأسهل حتى تميز بين اللازم والمتعدي. ركز، لا يقبل السؤال بماذا. هاي الطريقة أخلي لك إياها خطين. ليش؟ لأن هاي الطريقة الوحيدة اللي راح تميز لك بين اللازم والمتعدي بكل سهولة. زين، يعني شنو ما يقبل السؤال بماذا؟ يعني عندك هذا الفعل اللازم، ذهب محمد إلى المدرسة، خليه قبل ماذا كلمة ماذا. ماذا ذهب محمد إلى المدرسة؟ هل تصح هذه الجملة أن تقع سؤال؟ خطأ. وإذا نلاحظ إحنا من خلال القراءة يصير المعنى ركيك بخطأ. ماذا ذهب محمد إلى المدرسة؟ وين أكو هيك سؤال؟ فالفعل اللي ما يقبل السؤال بماذا هذا فعل لازم. كل فعل تشوفوه باللغة العربية ما يقبل السؤال بماذا تسموه فعل لازم. أوكي طلابي؟ كل فعل ما يقبل السؤال بماذا هذا نسميه باللغة العربية فعل لازم. ما يقبل ماذا، يعني أي فعل يصادفك خلي قبله ماذا وأقرأ الجملة. إذا ما صارت سؤال صحيح إذن هو فعل لازم، لأن الفعل اللازم ما يقبل ماذا نهائيا. نأخذ مثال على ذلك. قال الشاعر وقالت حنان ما أتى بك
ها هنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. ركز وياي هنا بسطر البيت الأول عندنا فعل اللي هو الفعل اللازم اللي هو أتى، ما أتى بك. لاحظ هذا فعل لازم والدليل إجا ويا الجار والمجرور، وإذا نريد نختبره إنه هذا الفعل هو أتى فعل لازم أسبقه بكلمة ماذا وأقرأ الجملة. وقالت حنان ماذا أتى بك ها هنا، يصير خطأ بالسؤال، ماكو هيك سؤال. إذن هذا فعل لازم. الفعل اللي ما يقبل ماذا هذا أسميه فعل لازم. أعيد، الفعل اللازم باللغة العربية هو فعل يكتفي بالفاعل فقط. أهم ما يميز الفعل اللازم إنه ما أشوفه متصل بضمائر النصب، ما يقبلها. وأهم ما يميزه أيضا يأتي الجار والمجرور في جملته. كذلك أهم ما يميز الفعل اللازم إنه ما يقبل السؤال بماذا. من أسبق بماذا وأقرأ السؤال يطلع السؤال خطأ في القراءة. ننتقل بعد ذلك إلى الفعل المتعدي. ما المقصود بالفعل المتعدي في اللغة العربية؟ طلاب، الفعل المتعدي أريدك تركز بيه لأنه مهم جدا خصوصا لطلاب السادس الإعدادي. ركز وياي، إحنا ليش نسميه فعل متعدي؟ أسميه فعل متعدي لأن هذا الفعل يتعدى الفاعل وينصب مفعول به في الجملة. ليش نسمي هذا الفعل هو فعل متعدي؟ لأن يتعدى الفاعل، يعني ما يكتفي فقط بالفاعل، لا، وإنما ينصب مفعول به في الجملة. مثلا عندما نقول شاهد محمد المباراة، لاحظ شاهد فعل، محمد فاعل، المباراة مفعول به. فكل فعل ينصب مفعول به بالجملة هذا هو فعل متعدي. خلي في بالك إنه كل فعل ينصب مفعول به بالجملة هذا هو فعل متعدي. طيب سؤال مهم مثل ما أخذنا بالفعل اللازم، كيف نميز الفعل المتعدي؟ يعني أنا شلون أميزه بالجملة؟ أول ميزة للفعل المتعدي ينصب مفعول به، هاي أول ميزة، إنه نشوف وياه بالجملة مفعول به منصوب. الميزة الثانية إله يقبل ضمائر النصب اللي هي ها كاف يا. احنا ليش هاء الكاف والياء مو ذكرناهم بالضمائر انه ينعرب المفعول به؟ بما انه ينعرب المفعول به اذا الفعل المتعدي ياخذهن يقبلهن. مثلا عندما اقول شاهدته، لاحظ شاهدتك، شاهدتني، لاحظ وياي. اذا لاحظ هذه الافعال متصله بالهاء كاف ياء، كل فعل تشوفه متصل بالهاء أو متصل بضمير الكاف أو متصل بضمير الياء هذا فعل متعدي. ليش؟ لأن شاهد فعل والتاء فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نفس الحالة الكاف مفعول به والياء مفعول به. فكل فعل يقبل هاي الضمائر الثلاثة هو فعل متعدي. طيب الطريقة المهمة اللي أريدك تركز عليها إنه يقبل السؤال بماذا. يعني الفعل المتعدي هو عكس الفعل اللازم بالضبط. الفعل المتعدي يقبل السؤال بماذا، يعني إذا نجي على هذه الجملة ونسبقها بماذا فنقول ماذا شاهد محمد، إيش راح يكون الجواب؟ المباراة. إذا يصح أن يقع سؤال. فالفعل المتعدي من تسبقوه بماذا يصح أن يكون سؤال. يقبل ماذا؟
خليها في بالك إنه شلون تميز بين اللازم والمتعدي. اسبق الفعل بماذا. إذا سبقت الفعل بماذا وصار سؤال صحيح فهذا الفعل متعدي، لكن الفعل إذا سبقته بماذا وأصبح السؤال ركيك بخطأ هذا فعل لازم. هذه أسهل طريقة وأبسط طريقة للطالب حتى يميز بين اللازم وما بين المتعدي. الفعل المتعدي يقبل ضمائر النصب ويقبل السؤال بماذا، عكس اللازم. اللازم ما يقبل الضمائر وما يقبل السؤال بماذا. نجي إلى نقطة جدا جدا مهمة لطلاب السادس تحديدا. أكو فعل متعدي مستوفي مفعوله، وهاي راح تمر بيهم هذه الجملة بالمنهج. وأكو فعل متعدي لم يستوفي مفعوله. ركزوا وياي، شنو يعني فعل متعدي مستوفي مفعوله؟ معنى هذا الفعل المفعول به اللي مالته التابع إله موجود بالجملة، معناه إنه المفعول به موجود في الجملة. هذا هو الفعل المتعدي المستوفي. من يقولكم فعل متعدي مستوفي يعني المفعول به موجود بالجملة. من يقول لك فعل متعدي مستوفي يعني المفعول به ايش بيه؟ موجود بالجملة. يعني مثلا عندما نقول أكلت التفاحة، لاحظ أكل فعل والتاء فاعل والتفاحة مفعول به. بما أنه المفعول به موجود بالجملة إذا أكل فعل متعدي مستوفي المفعولة. من يقول لك مستوفي مفعولة يعني المفعول به موجود بالجملة. مثلا عندما أقول قرأته، لاحظ قرأ فعل، التاء فاعل والهاء مفعول به لأن ضمير. الهاء والكاف والياء ينعرب المفعول به، هاي قاعدة ثابتة. إذا المفعول به بالجملة موجود بالجملة. إذا قرأه فعل متعدي مستوفي مفعولة. فشنو هو الفعل المتعدي المستوفي مفعوله؟ هو الفعل اللي مفعوله موجود بالجملة. تقرأ تشوفه سواء كان المفعول به كلمة أو سواء كان المفعول به ضمير هاء كاف ياء. نأخذ مثال على ذلك. قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق. لاحظوا وياي وين الفعل؟ الفعل أنزله، لأن الله اسم والذي اسم موصول. أنزل هو فعل ماضي. لاحظ أنزل الكتاب يعني هو منو اللي أنزل؟ الله، هذا الفاعل. إيش أنزل رب العالمين؟ الكتاب، هذا المفعول به. ما دام هذا الفعل مفعوله موجود بالجملة إذا هذا فعل متعدي مستوفي مفعوله. فشنو معنات فعل متعدي مستوفي مفعوله؟ يعني المفعول به موجود بالجملة سواء كان كلمة منصوبة أو سواء كان ضمير. طيب شنو معناته فعل متعدي لم يستوفي مفعوله؟ لم يستوفي مفعوله يعني إنه هذا الفعل المفعول به مالته محذوف من الجملة، أي إنه المفعول به محذوف يعني غير موجود من الجملة. مثلا عندما أقول قرأت، لاحظ اجيت عندك هذا الفعل قرأت، تريد تعرفه لازم لو متعدي، تسبقه بماذا؟ ماذا قرأت؟ يصح أن يكون سؤال، إذا هذا فعل متعدي. أنت أول شيء تختبر الفعل إذا لازم وإذا متعدي، تسبقه بماذا؟ سبقته بماذا وقرأت الجملة، إذا طلعت صحيحة إذا هذا متعدي، صار عندك الفعل متعدي. تيجي بعد ما عرفته متعدي تشوفه مستوفي لو ما مستوفي. بوعى الجملة قرأت، قرأ فعل والتاء فاعل، المفعول به موجود بالجملة؟ لا، إذا متعدي لم يستوفي. فشلون تعرفوا متعدي لم يستوفي؟ من تشوف المفعول به غير موجود بالجملة. ناخذ مثال على ذلك. قال تعالى قل أندري أقريب ما توعدون. قل أن أدري أقريب ما توعدون. لاحظوا وياي، لاحظ إذا الفعل توعدون تريد تعرفه لازم لو متعدي، اسبقه بماذا؟ ماذا، واقرأ الجملة ماذا توعدون. إذا يصح أن يقع سؤال، يصح أنه نربطه بماذا، إذا هذا فعل متعدي. زين، بعد ما عرفت متعدي شوف هذا الفعل مفعوله موجود لو لا. توعدون، الواو